وكان يا ما كان زمان من الأزمان في بلاد بعيدة ما بقى ليها عنوان. هاد البلاد فيها كانوا عايشين جوج بنات، هند ورادية. كانوا بحال شي توام ما كيتفارقوش، ما كيفرق بيناتهم إلا سقف دارهم. صحابات من نهار حلو عينيهم للدنيا، حيت كانوا ديورهم مقابلين الدار حدا الدار. وناس الدوار كانوا كيقولوا إلا شفتي هند رادية موراها، وإلا شفتي رادية هند حاضياها. هند ورادية كبروا مع بعضياتهم بحال الخواتات، وعلى الضحكة والدمعة كانوا ديما مجموعين، ما خلاو ما دوزوا الحلوة والمرة. وكل شي كان شاهد عليه واحد الواد في ديك الدوار، ما كان ينشف لا صيف ولا شتا، وصوتو كيهدن الروح. تما كانوا كيجلسوا ويلعبوا ويتقاسموا الكلام والسرار، وكانوا ديما على داك الحال، يصاليو الشقة ديال الدار ويتلاقاو جنب الواد. وهذا ما كان يا الحباب. وفي واحد النهار من ايامات الله، وهما جالسين تحت ظل واحد الشجرة، تكلمت هند مع راضية وقالت ليها: الله صحيبتي، على جلسة شحال زوينة، كتنسيني في التمارة ديال النهار كله. وياه صحيبتي، وهاد الواد شاهد على اسرارنا كلها، ما كاين شي بلاصه كنرتاحوا فيها بحال هادي. ومن هنا بغيت نعطيك العاهه صحيبتي، ما نخبي عليك سر وانا نغدرك شي نهار. انتي راكي هي كل شيء صحيتي، وسري من سرك او فرحي من فرحك، وحتى انا من جهتي كنعطيك العهد عمر اللي نقدرك ولا نخبيه لك شي حاجه. وهكذا كانت حياتهم، يهضروا ما يخليو ما يقولوا، حتى تبدا الشمس تودع السما وتغيب عليهم